السلام عليكم. لو لغاية دلوقتي لسه ما فرستيش حاجة لشهر رمضان الكريم، أعد الله علينا وعليكم بالخير اللهم آمين. يلا قومي بقى هاتي أي كمية طماطم متوفرة عندك تقدري تجيبيها. مفيش حد يعني شرط معين للكمية. أنا جبت النهاردة 6 كيلو فقلت أبدأ بيهم، وكل ما يكون عندي فرصة أو وقت اللي أنا أعمل غيرهم أقدر أعمل دي حاجة ترجعلي. وانتي برضو لو انتي قادرة تعملي كميات معينة، ميزانية تقدري تجيبي يعني مقدار معين ابتدي بيه، وفرزاني حاجات كده تخفف عليكِ وقت ومجهود. طبعًا كلنا بنبقى تعبانين في رمضان، آآ، يعني تقدري توفّري وقت للعبادة، تقدري تخلّصي حاجة دلوقتي يبقى كويس أوي. طبعًا جِبت ال6 كيلو وغسلتهم كويس أوي وخلّصت، اتخلّصت من كل الرمل اللي فيهم، والوردات اللي فيهم دي شِلتها طبعًا، وشطّفتهم كمان مرّتين عشان أي رمل، أي رواسب، وبعد كده سِبتهم يتصفّوا. طبعًا عندنا 3 أنواع تقدري تجيبي منهم الطماطم، الجبلي وعندنا البلح والجرجاوي، 3 أنواع دول حلوين. ولو أنتِ مش متوفر عندِك أي حاجة من دي أو أنتِ مش عارفاها، اللي تقدري عليه تجيبيه هاتيه وابتدي بيه، إن شاء الله يطلع منِّك زي العسل. بس كده، وهابتدي بقى بعد ما أصفّيهم أقطّعهم كده من عند منطقة الوردة دي وافتحها من فوق بحيث أبقى شايفة الطماطماية كويس، لو فيها أي حاجة من جوّه أبقى كاشفاها يعني واشيلها واتخلّص منها. واقطعها رباع كده، وابتدي بقى ايه اخلص الكميه اللي عندي كلها. يا ريت حبايبي تكملوا الفيديو للاخر عشان اقول لكم كمان في اخر الفيديو على السر اللي بيخلي اي حد يقع فيه مثلا، بيغير معاكوا طعم الصلصه او لونها وكده، وازاي بفرزنها برضو وتقعد معايا من سنه للسنه ولا شكلها ولا لونها ولا طعمها بيتغير، وبتطلع معاكي ناجحه وجميله. خلصت طبعا الكميه كلها اهي زي ما انتم شايفين، وقسمتها في حلتين، وابتدي بقى احطها على النار. عايزه اقول لكم النار بتبقى متوسطه. طبعًا هاوريها لكم بقى على مراحل، يعني دي بعد 10 دقايق كده بدأ المَيّة بقى أيام ما حطيتلهاش مَيّة خالص، هي بتبدأ تنزّل مَيّتها كده. وهنا مثلًا بعد نُص ساعة، يعني بقيت أوريها لكم على فترات. هي أخدت معايا على النار حوالي ساعة، والفترة اللي بتقعد فيها على النار هي بتختلف من بوتاجاز لبوتاجاز تبع الحرارة طبعًا، وطبع الكمية اللي أنتم حاطينها طبعًا بتاعة الطماطم. أنا قسمت 6 كيلو على حلتين، أنتِ ممكن عاملة كمية أكتر أو أقل، فممكن تاخد معاكِ وقت أقل. وبعد كده باختبرها بالمعلقة كده، أول ما تلاقي القشرة فصلت عن الطماطماية أنتِ أول ما تشيليها كده فخلاص هابتدي أطفي عليها. وهي أخدت معايا ساعة واحدة بس. ف باسيبها بقى على جنب تهدى شوية، يعني سِبتها حوالي يعني ساعة إلا كده تهدى شوية لإن إحنا في الشتا يعني. بس يعني لسه دافية حاجة بسيطة عشان أمّا تحطيها في الخلاط ما تبوظش معاكِ الخلاط خالص. عندِك الهاند بلندر ممكن تشتغلي بيه على النار، وممكن تعملي وهي سخنة ما فيش مشكلة. طبعًا عايزة أقول لكم أنا اتخلّصت من المَيّة الزيادة دي، لازم تطلّعيها لإن دي حاجة أساسية. لو أنتِ سِبتيها مع الطماطم بتغيّر طعمها خالص، وبتدّي لها لون مش حلو. طبعًا في كتير بيخطأ طبعًا ويروح آخدها ضاربها مع بعضها كده آخدها. حتى لو هتعمليها بالهاند بلندر لازم تشيليها كده بالكبشة كده وتتخلّصي منها يعني، مش محتاجينها خالص. هي بتبقى كده طعمها مش حلو خالص، حتى أنتِ لو دُقتيها هتلاقيها طعمها مش حلو، يعني لو انضافت مع الخليط الصلصة بتدّيكِ طعم مش حلو وقوام مش حلو خالص. فهنبتدي بقى ناخد في الخلاط حبّة بحبّة، يعني ما تحطّيش الكمية كلّها مع بعض عشان ما تبقاش تقيلة برضه على الخلاط وتبوّظه، لأ، حبّة بحبّة كده. ممكن تعمليها كمان في الكَبّة لو متاح عندِك. وحطيتها أنا فوق مصفى كده، ويستحسن مصفى طبعًا stainless أو ألمونيا عشان تسعف معاكِ الوقت يعني. السلك باحس اللي هي بتقعد فترة طويلة عقبال ما تنزّل حبّة بحبّة، وتبدئي تقلّبيهم كده. أنا عملت أول حلّة خلطتها كده وقعدت أعملها، وبعد كده نقلت المصفى بقى فوق الحلّة هنا عشان الكمية كلّها بعد الخلط وبعد كل ده كلّه هتعمل حلّة واحدة بس، يعني الحلّتين هاجيبهم في حلّة واحدة. وهابتدي برضه أجيب الحلة التانية اللي كانت هدِت برضه، وبدأت آخُد حبّة بحبّة برضه وأصفّي السوائل، لو في سوائل في الطماطم باشيلها. وخلّصت الكمية كلّها زي ما أنتم شايفين كده، وهابتدي أقلّبها كده بمعلقة سيليكون كده أو spatula كده. وشايفين الحلة التانية المَيّة المتبقية دي اتخلّصت منها برضه ما خدتهاش خالص. وتبدئي بقى إيه، تصفّي الصلصة، شايفين لونها تحفة إزاي. طلّعي كل بقى التفل بتاع الطماطم والبذر وكده، بتتخلّصي منّه ويطلع لِك ما شاء الله الصلصة يعني قوامها رائع يعني. هل كده إحنا خلّصنا؟ لأ طبعًا، هنبتدي بقى ناخد الكمية دي كلّها ونرجّعها على النار. طبعًا الكمية بتختلف تبع الكمية اللي أنتِ عاملاها في الأساس، فده يعني العصارة بتاعة الصلصة اللي إحنا عملناها.
بعد كده رجعتها على النار، في الأول طبعًا باسيب النار عالية. ولو أنتم لسه مكملين معايا الفيديو ولسه ما حطيتوش اللايك، انزلوا اعملوا لايك واطلعوا تاني كملوا الفيديو، ولو أول مرة تشوفوا قناتي يا ريت تشتركوا في القناة عشان نكبر مع بعض، واكتبوا لي كومنت حلو كده وفعلوا زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصل لكم كل فيديو جديد عندي باعمله. بعد كده نرجع الفيديو بتاعنا. أول بقى ما تلاقي الطماطم بتاعتِك بدأت تسبِّك كده وتغلي، وطّي النار عليها عشان ما تتلسعش منِّك من تحت، ونحط معلقة سكر واحدة بس. ومش هنزوّد أي إضافات تانية، ليه يا شيماء مش هنحط ملح ولا أي إضافات من اللي إحنا بنسمع عنها؟ لإن إحنا يا جماعة بننسى، وعايزة أقول لكم أنا أول واحدة فيكم بانسى، وممكن أحط ملح تاني ساعة الأكل، و والأكل يطلع طبعًا فظيع وشنيع. فعايزة أقول لكم يعني بلاش تزوّدوا ملح، خلّوا الملح ساعة الأكل. طبعًا نظرة القلم اللي وريتها لكم كده ساعة البوتاجاز دي نظرة يأس مني، لإن أصعب حاجة في الصلصة الطرطشة اللي بتحصل وهي بتغلي. طبعًا خلّي بالكم بقى من إيديكم وكده، لإن هي بتطرطش جامد، وطبعًا لازم تحطّي غطا كده موارب عشان ما تتلسعيش طبعًا، وبرضه بيطرطش على البوتاجاز وأنتِ حاطّاه برضه، بس يعني إيه، نُص نُص العمى يعني. بس كده، وسِبتها طبعًا تهدى ساعتين 3 كده لغاية ما يبقاش سخنة خالص تمامًا، يعني إحنا في الشتا طبعًا يعني تبرد معاكِ أكتر، لو في الصيف بتطوّل شوية لغاية ما تهدى، ما ينفعش تعبّيها وهي سخنة. بس كده وقِصرت معايا وبقت تمام، خلاص. بدأت بقى وبردت الحمد لله، جِبتها بقى جِبت البرطمانات بتاعتي، البرطمانات لازم تكوني غاسلاها بمَيّة مغلية جدًا، وتسيبيها طبعًا لغاية ما تتصفّى، ما يبقاش فيها نقطة مَيّة، ومتأكدة من نضافتها وتعقيمها. بعد كده تبدئي بقى تجيبي الكبشة بتاعتِك كده وتعبّيهم كويس أوي، وتسيبي بس حتّة صغيّرة فوق، ولو في أي حاجة نزلت منِّك على البرطمان من برّه كده، امسحيها ونشّفيها كويس. بعد كده هنبتدي بقى أجيب الأكياس بتاعتي اللي في الفريزر. طبعًا طريقتي في تفريز الفريزر طبعًا أنا عشان ما ياخدش معايا مساحة، فباعمل الكيس ما باربطهوش. طبعًا لو ربطت الأكياس كده بتعمل يعني إيه، بتملى حجم في الفريزر وبتاخد مكان، ما تعرفيش تحطّي حاجة كتير. لأ، أنا باحط كبشتين بس، الكبشتين بيكفّوا معايا أنا الوجبة بتاعتي. أنتِ تبع أنتِ شايفة اللي بيكفّيكِ كبشتين أو 3 حطّي، أنا 2 كفاية أوي، وباحطّهم كده في الكيس وباسويه كويس أوي، اللي هو ما ياخدش معايا كمان حجم في الفريزر إطلاقًا، يعني عشان برضه أبقى أقدر أستفيد من الفريزر بحاجة تانية. وابتدي الكيس كده وتجيبي أكياس عريضة كده بحيث اللي هي إيه، ما يبقى تاخد معاكِ الكمية مرتاحة، وأبدأ آخد كبشتين بكبشتين. وعايزة أقول لكم الكمية عملت معايا 8 أكياس وبرطمانين كمان من الصلصة. طبعًا أنتم عارفين الصلصة دلوقتي أسعارها وصلت لغاية إيه، والبرطمان الواحد يعني مش عايزة أسأل أصلًا هو وصل لغاية إيه عشان إيه حالتي النفسية، لكن أنا عملته في البيت أهو ومش عايزة أسأل على سعره إطلاقًا. قولوا لي بقى أسعار الصلصة عندكم عاملة إيه، وبتجيبوها بكام دلوقتي؟ بس وباجيب بقى صينية، طبق، أي حاجة كده مفرودة بحيث أحط الكمية كلّها عليه تبقى مفرودة كده عشان أمّا تتجمد تفضل آخدة نفس الوضع كده، ما تكتّلش أو حاجة. وعايزة أقول لكم كمان اللي أنا بازوّد معلقة زيت، أي زيت عندِك سواء تموين، زيت عادي اللي موجود عندِك، باحط معلقة واحدة بس على كيس الصلصة. ليه يا شيماء ما حطيتيش طيب الزيت وهي على النار؟ أنا باحب أدّي كل حاجة يعني على قد مقدارها، يعني الكيس بياخد معلقة كفاية أوي عندي، أزوّدها لكل كيس معلقة. يعني بدل ما أقعد أحط نُص كوباية وكوباية، لأ، في الحلة كلّها لأ، أحط معلقة واحدة بس على كل كيس، وبتحفظ معايا الصلصة زي ما باقول لكم من سَنة للسَنة. وأسوي كده الكيس وباقفل عليه، ودي طريقة ناجحة جدًا وحلوة وموفّرة معاكِ كمان. وبعد ما تكون بردت كمان وتقدري تحطّي الكمية اللي أنتِ عايزاها يعني في كل كيس. طبعًا لو أنتِ زوّدتِ الكمية أكتر من كده يبقى معلقة ونُص مثلًا، لكن أنا باحط على الكبشتين معلقة زيت واحدة. طب والبرطمانات؟ البرطمان طبعًا باحط على وشه بس من فوق زيت يحفظه لي طبعًا، مادة حافظة كده، وبتكوني ماسحاه كده الجوانب بتاعته ما يبقاش في أي حاجة عشان ما تبُص معاكِ. وباحطه في الفريزر في التلاجة من تحت. ولو أنتِ هتحطيه في الفريزر قللي الكمية اللي في البرطمان، ما يبقاش البرطمان مليان على آخره عشان ما يطقش يعني في الفريزر وكده. لكن الطريقة دي مناسبة جدًا وحلوة وبيقعد معاكِ البرطمان أسبوع وساعات أسبوعين لو أنتِ محافظة عليه وعلى نضافته، وما بتاخدي بمعلقة ناشفة ما فيهاش أي أكل ولا أي حاجة خالص، عشان ما تبُص معاكِ وتقدر تقعد معاكِ فترة ممكنة. عايزة أقول لكم الكمية دي طلعت معايا 8 أكياس وببرطمانين
كمية حلوة جدًا، وطبعًا كل ما يتوفر معاكِ وقت تقدري تعملي الكمية اللي أنتِ عايزاها. وكده الفيديو بتاعنا خلص يا حلوين، ما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة والكومنت حلو كده، واستنوني في فيديو جديد، ومع السلامة.